المجاهد الدولي عضو مجلس الرئاسة، سيد رئيس الحكومة، سيد رئيس مجلس النواب، سيد رئيس مجلس المستشارين، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة الأمناء العامون وقادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، أصحاب سعادة السفراء، سيدات والسادة البرلمانيون والمنتخبون بالجماعة الترابية والغرف المهنية، سيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني والحقوقي، أخواتي إخواني المؤتمرات والمؤتمرين من كل ربوع المملكة، مرحبا بكم. يسعدني في البداية باسمي الشخصي وباسم سيادة ومناضلي حزب بالسيد رئيس الحكومة أستاذ عزيز قندوش وبضيوفنا الأعزاء السيدات والسادة الخبراء وأصحاب السعادة السفراء وقادة الأحزاب السياسية الوطنية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني، ونتقدم لهم جميعا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتهم دعوتنا وتشريفنا بحضورهم في هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن عشر. وفي البداية